تعرف انك ممكن تدفع اكتر بس عشان نوع موبايلك؟ يعني مجرد انك ماسك ايفون السعر بيزيد. خليني اقول لك ازاي ده بيحصل. الصوره دي انتشرت في كل مكان، شخص طلب نفس الرحله من نفس المكان لنفس العنوان، مره من اندرويد ومره من ايفون، بس السعر طلع اغلى على الايفون على الرغم انه رايح نفس المسافه من نفس المكان. هل دي عنصريه؟ اللي ورا القرار ده اسمه داتا ساينس. اوبر بتجمع عنك بيانات اكتر مما تتخيل. انت بتنزل من بيتك امتى، بتروح فين، في الشتاء ولا الصيف، بتتحرك بسرعه، بتحب تمشي، بتستنى العروض. يا لو عارفين انك مش متاخر على الشغل هيكون السعر عادي ويمكن اقل، ولو موبايلك هيفصل والسكه طويله هيزودوه، عارفين انك مش هتقدر تستنى. كل قرار في السعر مبني على سلوكك الرقم، واللي بيخلي كل ده بقى يحصل هم محللين البيانات. ناس بتفهم الارقام وتحولها لحاجه الشركات تكسب منها، وللاسف الشغلانه دي بقت مطلوبه في كل صناعه، مش بس شركات التكنولوجيا. اي مجال بيتعامل مع ناس محتاج داتا. فلو مهتم تعرف اكتر عن علوم البيانات تابع اي سكول علشان بنقول كلام من بره المنهج. وعايز اسالك سؤال اخير، عمرك فكرت في حاجه مجرد تفكير بس ولقيتها قدامك على البلاتفورمز اللي بتستخدمها؟